السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا باحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو جديده ان شاء الله. اليوم غنحضروا معكم لاباط ديال البيتزا. واحد لاباط اللي كتجي مزيونه وكتعدلوها في الفريكو. شحال من ضربات معكم وما كيوقع لا حتى شي حاجه فاش كتجبدوها تعدلوها في الفران بالتعميره ديالها. كتجي بحال يلاه عدلتوها هذا النهار. المهم بالنسبه للمقادير غادي نعدل زلافه ديال الماء. ممكن تضافوا الكميات، ولكن انا درت هذه الكميه وان شاء الله نزيد عاو كميه اخرى، علاش لا. مهم هنايا عملت زلافه ديال الماء. غنديرها في اناء وغنضيف عليها معلقه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الملحه، معلقه ديال السحتار. بالنسبه للسحتار كاين الناس اللي كيبغيوه كاين الناس اللي ما كيبغيوهش. معلقه ديال الزيت النباتيه وشي حاجه ديال الخميره ومعلقه صغيره ديال السكر، على حسب فاش نعدلوها بالفران. فاش نعدلوها في الفران تحمرنا من تحت. كما كتشوفوا معايا غنحركوا ديك الشيء كامل باش تذوب لنا ديك الخميره كما كتشوفوا معايا في الصوره. وغادي نضيفوا زلافه ديال الدقيق كما كتشوفوا معايا. غادي نزيدوا زلافه ديال الدقيق. بالنسبه للزلافه ديال الماء كتدخل 2 زلايف ديال الدقيق، وانتوما ديك الساعه نتوما كتشوفوا شحال ديروا. تقدروا تعدلوا 2 زلايف ديال الماء، غادي تدخل لكم 4 ديال الزلايف ديال الدقيق وانتوما ماشيين صافي. فاش كنخلطوا ديك الدقيق في ديك الخليط اللي عندنا كيرجع هذا الخليط اللي هو ثقيل بحال الكيك. غادي نخليه يرتاح شي 5 دقائق وغادي نرجع له. ما نخليهش يخمر وانما غير يرتاح صافي. ديك الساعه غادي نضيفوا الزلافه الثانيه ديال الدقيق ديالي. غنضيفوها غادي نبقى نخلط بيدي حتى ترجع لي واحد العجينه اللي هي خفيفه، ماشي خفيفه وماشي ثقيله. مهم كتلتصق في اليدين كما كتشوفوا معايا. انا غادي نخدم معكم وغتشوفوا النتيجه في الاخر. بالنسبه لي انايا ما زدتش شي غبره ديال الطحين موراها. مهم بقيت غير كنلعب غير في في العجينه بديك الزلافه هذيك. تدخلت ديك الطحين مزيان كما كتشوفوا راه كنلصق، ما كنعطيكش حتى كيف دقيت العجينه. في غسلت يدي وعاود دلكتها شويه وغندير لها شويه ديال الزويته من الفوق وغادي ندهنها. وغندير لها شي سلوفان اولا شي ميكاكا تطلق راسها. وغادي نغطيوها بواحد المنديل وغادي نخليوها غير ترتاح ماشي تخمر صافي. فاش غادي ترتاح لي كما كتشوفوا معايا ما خمرات ما خليتهاش تخمر. غادي نجيب شويه دقيق وغادي نجيب ديك القطعه اللي غادي ديروا بها، ولا يمكن لكم ديروه كبير. ما عندكمش القطعه تقدر تستعينوا بزلافه والشفره هيدا تبقى الزلافه والموس. تنزل الزلافه وتبقى تحدد بالموس حتى هي كتجي مزيونه. المهم اللي عملتوها مزيانه. انا عندي هاد القطعه ولكن صراحه هاد الله ما بقاتش زوينه. كنت درت الزلافه كنت بقات لي القطعه ما قطعتليش مزيان. ديك المرصوات مدورين ما قطعتهم ليش. نص كتقطع نص كتخليه. ديك الساعه استعنت بالموس وبقيت كنقطع الحواف. المهم كما كتشوفوا معايا طلقت ديك العجينه كامله طويله وبقيت كنطلقها بيدي كما كتشوفوا معايا. كتستعن بالطحين ضروري. كنبقى وندير الطحين نبقى وندير الطحين كما كتشوفوا معايا البنات. المهم غنطلقها على سطح العمل كامله وغادي نستعين ضروري بالمدلك. دابا غير كنسهل شويه المأموريه بشويه. غادي نجيب المدلك وغادي نبقى ندلك فيها حتى تطلق معايا ترجع مساويه وصافي. بالنسبه للبط ما خصهاش تكون غليظه ما خصهاش تكون رقيقه معوضه باش ما تجيكمش رقيقه وما تجيكمش غليظه بحال الخبزه. المهم كما كتشوفوا معايا بديت كنقطعها اللي قلت لكم انا نقطعها بقيتي كتقطع لي بعد الجوانب ما كتقطعهمشي وصافي. المهم هنايا ديك الساعه واخا هكاك مشيت معاها وديك الساعه جبت الموس وبقيت كنقطع ديك الحوافي كما كتشوفوا معايا. هنايا فاش بديت كنقطع ديك الحوافي بقيت كنقطع بهاديك
شفتها مزيانه، ولكن غادي عذبتني وجبت الموس وبقيت كنقطع به. هنايا غادي نجيب اللاطه ديال الفران وغادي نديرها في اللاطه ديال الفران. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران، انا درت على حسب الناس اللي ما عندهمش الفران عملت في المقله. بالنسبه اللي عندهم الفران يدخلوا هذا الفران يكون منقيس من تحت، يعني يكون نقيس مره فاش تشوفوها يلا خدات الطياب ديالها، يلا خدات نص طيبه، حيدوها وقيوها على باطياتها. هنا وريتكم ديك الجنيبات. انا هاد الجنيبات قلت غادي نعدلهم آه كبارين شي حاجه، ما غنعدلهم شي ستيتوين كيما عملت هادوك. غادي ننوع باش نوريكم. المهم الا بقيت كنقطعهم بيدي، يمكن لكم انكم تعملوا نفس العمليه، تقطعوها بشي طبسيل يكون كبير عليك زلافه، ولا شي مرصو كبير على ديك المرصو الصغير. المهم انا عملت غير هكا طريقه قديمه وزوينه صراحه بالله. هكا بقيت كنخدمها، خدمت الاوليه بالمدلك والثانيه والثالثه كما كتشوفوا معايا. بقيت كنطلق ونعاود نقلب، عاود طلاق عاود نعاود نقلب. وشنو هو الحاجه المزيانه اللي في انك تقطعهم، تطلق العجينه كامله وتقطعوا، انه ما كيجيك معوجين، ما كيجيوش معوجين، كيجيو معاوطين. هنايا اش كتطلق بالمدلك كيجيوكم معوجين شي حاجه، خصك ضروري تعاوطهم بيدك. هنايا كنت كنعاوط لهم الحواشي زعما باش ما يجيوش معوجين، وهذاك شويه جات معوجه مش مشكل. هذا هو شويه ديال الكواليس وصافي. المهم غننزل على جنب وغادي نكمل البقيه ديالي. المهم حنايا كنت كملت وغادي عملت المقله ديالي تسخن كما كتشوفوا. نوريكم باش غادي نتقاب. غادي ندير جوج ديال الفرشيطات اولا جوج ديال المتشكات مع بعضياتهم، وغادي نبقى نتقاب البيتزا ديالي ولا لاباط بيتزا. كنخليوها طيب نص طيبه، كنقلبوها كنشوفوها يلا بدات كتشبر اللون، كنقلبوها كنبقاو معاها نخليوها حتى تبيض وكنحيدوها، ما كنحمروهاش وصافي. المهم غادي نبقى نقلب فيها كما كتشوفوا راه شبعانه طحين. ديك الساعه كنمسحوها كترجع هي هذيك صافي. المهم هنايا غادي نحيدها كما كتشوفوا معايا. شوفوا كيف كتجي بحال هذيك دبرة، ما كتجي غليطه وعمره بالبابه، كتجي هي هذيك صراحه الله. المهم هنايا البيتزا ديالي وجدات. شوفوا الكميه اللي خرجت لي زلافه ديال الماء وجوج زلايف ديال الطحين كما كتشوفوا معايا. هذه تحمرت لشي حاجه ولكن ماشي مشكل. وفاش تحيدوهم من المقله عدلوهم على باطياتهم باش ما يكبسوش، باش فاش تحيدوهم ما يكونوش كارمين، يكونوا ملواحين باش تدخلوهم من الفران يشبروا براسهم يجوا بحال يلا طيبتوهم. هنايا هادوك الكبارين عاود شوفوا كيف جاو كيجيو مزيونين. المهم كيف ما حملتيهم كبارين صغارين كيزدقوا كما كتشوفوا معايا، جاو مساويين كما كتشوفوا. عملت غير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، عملت خمسة كبارين وتالي والله ما حسبتهم ديك الصغارين. وهنا درت لكم وحده كبيره باش تشوفوا راه يمكن انكم ديروها كبيره، ديروها متوسطه، ديروها صغيره كما درتوها غادي تجيكم. وهذه هي الوصفه ديال اليوم. نتمنى من الله تعجبكم، وشكرا بزاف على المشاهده. الا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تحط لي واحد لايك فضلا وليس امرا. شكرا لكم جزيلا. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.